حتى على مستوى الصورة أو على مستوى الأفراد الذين يأتون لأول مرة إلى نادي الأدب الذي نقدم فيه الإبداع ومناقشة هذا الإبداع من قصة وشعر إلى آخره. ولكن هناك مشكلات كبرى تواجهنا نحن كأعضاء نوادي الأدب، أعتقد أنها بصفة عامة وليست بصفة فردية في نادي أدب الريحاني، ألا وهي إن مشكلة النشر، وهي مشكلة مستعصية. أرى أن هي مشكلة يجب أن نواجهها بكل حزم، معنى أن هناك مشروعات النشر الخاصة بهيئة أصول الثقافة متوقفة، وأقصد بذلك النشر الإقليمي أو السلاسل الأخرى إبداعات وغيرها، وحتى السلسلة التي تعتني بالذخائر أو إلى بعض السلاسل الأخرى، أرى أنها لأفراد معينة وأشخاص معينون، يعني بمعنى أن هم مش هينشر إلا فلان من الناس الاسم المطروح على الساحة بقوة. الإبداع اختيار، عندما تبدع فأنت تختار اللون الذي تبدع فيه. اللغة العربية ليست عائقا أمام المبدع الذي يختار اللغة العربية الفصحى للتحدث أو للتعبير بها في مجال إبداعه. أنا أكتب الفصحى والعامية والسجل أيضا، ولكني أفضل اللغة العربية كمجال للتحدث لأنني أجد نفسي فيه. وأعجب كثيرا عندما أرى شعراء يكتبون اللغة العربية الفصحى، وعندما تصحح لهم بعض الأخطاء يقولون لك أنا أكبر من اللغة. هذا اللفظ يثير في رأيي وفي نفسي التعجب والدهشة، كيف تكون أكبر من اللغة وبكم عام تكبر عن هذه اللغة. اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي لغة الشعر الذي قرأناه وعرفناه من آلاف السنين، فكيف تكبر على هذه اللغة؟ إذا كنت لا تجد في نفسك القدرة على الإبداع والتواصل أو على أنك تصحح أخطاء بقدر الإمكان، ولا أقول أن تكون ممسك بأدواتك اللغوية والعربية وما إلى ذلك من أول مرة أو من أول وهلة، ولكن عليك أن تجاهد وتحاول، وعدم اليأس في هذا الموضوع. وإلا فلتفضل أو فلتذهب إلى مجال آخر للتحدث. وإذا كان الإبداع اختيار فيجب أن تختار اللون الذي تبدع فيه، ويجب أن يكون عندك الإصرار على مواصلة هذا الإبداع ومواصلة النجاح، وأن ترى وتستفيد من تجارب الآخرين. ولا مانع أيضا من أن أذهب إلى زميلي أو مصحح لغوي لأكبر خبرة مني وأعرض عليه هذا العمل الأدبي، فيقول لي هناك بعض الأخطاء هنا أو هنا أو هناك، فأعفي نفسي من مسؤولية الوقوع في هذه الأخطاء. اللغة العربية أعتقد أن بها الجمال، الكثير من الجمال الذي يغري بالعمل به أو التحدث باللغة العربية الفصحى التي نعتز جميعا بها، والتي تواجه أيضا المشكلات الكثيرة التي تواجهها من طغيان اللغة الإنجليزية عليها، وبعض المذيعين والمذيعات أيضا في قنوات التلفزيون من استعمال بعض الألفاظ الأجنبية التي يحشون بها كلامه. فنرجو أن على كل مبدع أن يتمسك بلغته العربية، إن كان يكتب باللغة العربية الفصحى وإن كان يكتب بالعامية فله ذلك، وأنا أكتب العامية كما كنت سابقا وأكتب الزكاة.